الله يسعد أوقاتكم حبايب قلبي وخلي لي إياكم أحلى متابعين. اليوم وصفتنا الشنقليش السوري على أصوله. أنا عندي هون كيليين ونص لبن، هلأ بدي أحطهم على الغاز لحتى يغلوا. أنا حطيت اللبن على الغاز وما بدي حركه أبدا، لأنه أنا بدي إياه يفرط. لما أكون عم بطبخ لبن لازم ضلني حركه منشان ما يفرط، بس أنا اليوم بدي أتركه بدون تحريك لحتى يفرط. بس أهم شيء تنتبهوا إنه ما يشوط اللبن. ما شاء الله بلش يفرط اللبن من غير أي إضافة، يعني أنا ما حطيت شيء على اللبن. هلأ اللبن بلش يغلي وأنا مو حاطة أي إضافة. هلأ بدي حط معلقة خل، فيكم تحطوا ملح صخري أو معلقة ملح الليمون. هلأ هيك مثل ما شايفين فرط اللبن كله، وهي شكلهم بعد ما تركتهم ليلة كاملة وحاطة عليهم تتقيلة مشان تنزل المي كلها. وهي شقفة القماشة اللي صفيتهم فيها. طريقة سهلة وبسيطة، وأهم شي إنه القماشة ما تنغسل بأي دواء غسيل، بس أنا بغسلها بخل وملح. هلأ بدنا نبهرهم. عندي معلقة ونص ملح، معلقة بابريكا حدة، أنا بحب الحاد. عندي ربع معلقة صغيرة محلب، ولازم ما نكتر المحلب لأنه بيمرمر بالأكل. وعندي معلقة كبيرة فلفلة مكبوسة. وهي حطيت البهارات رح حركهم وارجع لكم. هلا بدي حركهم بايدي. في ناس بيحطوا له كمون، انا ما بحط كمون لانه صراحة ما جربت الكمون، يعني ما جربت كيف تطلع طعمتهم بالكمون. بس المحلب كتير بيعطيهم طعمة طيبة. بس اهم شيء مثل ما قلت لكم انه ربع معلقة صغيرة محلب. هلا بدي اعجنهم كلهم مع بعض ليتجانسوا. ما شاء الله شوفوا ما فيهم ابدا مي، كلهم ليتجانسوا مع بعض ولينخلطوا مزبوط. وبعدين بدي كورهم. ما شاء الله، وهي شكلهم النهائي من بعد ما تبلتهم وكورتهم بهالطريقة. وحطيت بشكير المطبخ ومحارم المطبخ. ما شاء الله ما غيرت ابدا المحارم لانه نشفوا منيح هن. وهلا انا بدي احطهم على البرندة وغطيهم بشاشية واتركهم من 2 ل3 ايام. بعد 3 ايام بعبيهم بمرتبان ازاز، واهم شي يكون ازاز ونضيف طبعا ومعقم. فيني اتركهم ليعفنوا، وفيني احط لهم عوشهم زيت بلدي طبعا، زيت زيتون، وناكلهم. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وعجبتكم طريقتي. اذا حبيتوا الفيديو وعجبتكم طريقتي بليز شاركوا الفيديو ولا تنسوا اللايك. انا بحبكم كتير كتير، احلى متابعين. الله يخلي لي اياكم، وكتبوا لي بالتعليق كيف طريقتكم انتو وكيف بتحطوا البهارات.